أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب الذي انتخبني وأديت القسم أمام مجلس النواب أن أتحمل كافة مسؤولياتي الدستورية ولا أتنصل، لكن بشرط أن تعالج هذه الأمور التي هي خلل أساسي لا يمكن أن نمضي بمنظومة الأمن بهذه الأوضاع وبهذا الخلل الموجود. ولذلك أنا اليوم باعتبار لن تجري أي استجابة قدمت استقالتي ووقعت هذا الكتاب اليوم وأرسلته إلى السيد رئيس الوزراء ليتخذ قرارا المناسب. أما أن يستجيب لإصلاح منظومة الأمن إصلاح حقيقي، مو مجرد كلام، مو مجرد والله سحبوا الأجهزة. شنو فائدة سحب الأجهزة وما هو البديل؟ المفروض تصير إصلاحات بنيوية وجذرية لمنظومة الأمن، من دونها أنا ما مستطيع أتحمل مسؤولية دماء، مسؤولية هذا الإرباك في منظومة الأمن، وماضي بموضوع الاستقالة وأرجو أن يوافق عليها. ومن الآن وإلى أن يتخذ السيد رئيس الوزراء قراره سأخول السيد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بصلاحياتي كافة باستثناء الحصرية لأن هذا لا يجوز بالقانون، وأطلب منه أن يتحمل المسؤولية لتمشية وتسيير أمور الوزارة. وشكرا جزيلا. إذا أكو أسئلة عندكم أنا مستعد. معي سيد الطاري من القناة العراقية. يعني في عودة إلى ما ذكرته جنابك من تفجير في الكرادة، المعلومات الأولية تشير إلى نوع تفجيرات لأول مرة يستخدم وله قدرة تفجيرية عالية. ما الذي المعلومات التي لديكم؟ هل هي فقط داخل الكرادة خارج الكرادة؟ من هي الجهة التي ساعدت تسهيل دخولها إلى هذا المكان وحصول هذا الانفجار؟ شوية اسمح لي شوية أتوسع بهذا الجواب حقيقة لأن لابد من مقدمة أقدم. احنا الاستخبارات الداخلية تعمل والله تبذل جهود رغم الامكانات الضعيفة، رغم هناك ايضا خلل بنيوي واساسي في بناء هذه الوكالة وتوابعها، مشاكل في موضوع مؤهلات العاملين. تدرون في الكثير اليوم للاسف يعني الذي تعين في الوزارة من اجل الوظيفة من اجل الراتب، قل من جاء وفق مؤهلات وفق اختبار، بل كثير اخترقت هذه الوزارة بتعيينات على اساس انتخابات وعلى اساس تحقيق مكاسب سياسيه. فبالتالي هذه الوكاله رغم هذا الخلل الموجود بها، رغم قله الامكانات، عدم افتقارها لوجود تقنيات واجهزه، اليوم الاجهزه الاستخباريه لديها من هذه التقنيات، رغم ذلك تعمل بكل هدوء وباخلاص وبمتابعه. هذه العجله اللي انفجرت جاءت من ديالى، كانت هناك عجلتين، تم القاء القبض على عجله اكتشفناها والقينا القبض عليها وعلى ناقلها. كنا نتابع الشبكة، لم نتحدث قبل التفجير بالإعلام. كما البعض اليوم يقوم باستعراضات بعض الأجهزة الأمنية للأسف، والله قايمنا بفد عمل وزارة الاستخبارات لحد الآن 30 مفخخة كاشفة خلال هاي الفترة. في هذا شهر رمضان المبارك اللي احنا على مشارف انتهاء كان هناك يفترض غزوات أن تكون لداعش، لكن بفضل جهود لجنود مجهولين لشرفاء في هذه الوزارة اكتشفوا كثير من الشبكات والقيام القبض عليهم وما أعلناها، لأن عملنا استخباري يتطلب الكتمان العالي وعدم الإفصاح إلا بعد أن تنتهي التحذيرات أو ما يهدد نشر هذه المعلومة بالتأكيد ننشرها وننشر حتى نلقى القبض عليهم من الإرهابيين. فلذلك هذه العجلة تم نقلها من ديالى، ولدينا اليوم متابعة إن شاء الله. بعض المعلومات ما أقدر أتحدث بها للإعلام لأنه ضر الأمن إذا أتحدث به. مع الوزير موفق مجيد مع الوزير هناك قصدية من قبل رئيس الوزراء أو قيادة عمليات فردات بترك الملف الأمني السائد هكذا؟ يعني أنت الآن هناك مشكلة، وضعت إصبعك عن المشكلة، يعني مشكلة جديدة وليدة في هذه اللحظة؟ لا بالتأكيد. خليني أقول لكم أولا هاي المشكلة يعني ليست وليدة اليوم. قبل لا أتي إلى الوزارة أنا مطلع على مخاطبات من الوزارة مع الجهات الأخرى، مع رئيس الوزراء السيد المالكي سابقا وهو وكيل وهو وزير الداخلية وكالة على هذا الخلل الإرباك الموجود، تعدد الأجهزة، تداخلها. أنا تحدثت أنه أقول سنوات لم يعالج هذا الموضوع. منذ جئت للوزارة بالشهر 20/10 أنا استلمت مهام في الوزارة، وأنا بعد تعاون مع إخواني وزملائي في قيادة الوزارة جينا راجعنا كل هذه الأمور وقدمنا رؤية وخطة متكاملة وشخصنا
في 24/11 عقدنا اجتماع بحضور سيد رئيس الوزراء وكل القيادات الامنيه وقيادات العمليات، وطرحنا هذه الخطه ووضعنا جدولا لنقل المسؤوليه، لكن كما قلت لم تحسم هذه الامور وسوفت ولم يتخذ بها القرار، بل هناك ضغوط ان لا تتحدث بالاعلام وتحرج الدوله. اي منطق هذا؟ يعني هذه الدماء هذه تسيل وتنزف، والله على مود ابقى بالمنصب، والبعض يبرر لي اخي انت تتحمل مسؤوليه وتقوم بدور تقوم مسؤوليتك، لا تتخلى عن مسؤوليتك، حرام انت غيرك تروح غيرك يجي يجوز ما ينهض بهاي الوزاره، يجوز يترك هذه المشاريع اللي نهضت بها، هذه كل المباريات انا ما اقبلها بعد وما اتحمل هذه الدماء، اما ان اتحمل المسؤوليه وانا جاهز كما قلت، والوزاره لديها من القدره لتحمل المسؤوليه حتى تخلونا على المحك، لو نقدر نامن ونحفظ الامن، واذا ما نقدر انا مستعد حتى اي تقصير، اي قصور، اي ضعف قدمونا حتى للمحاكمه بما في ان الوزير. مع الوزير مصطفى اكرم مراسل قناه هنا بغداد، يعني فهمت من حديث حضرتك انه غياب التنسيق وتداخل المهام والتقاطعات الموجوده في العمل الامني هي السبب الرئيسي في ارباك وفوضى الشارع من مفخخات وابواب ناسفه. ثانيا يعني من المسؤول عن عدم الاستجابه لمطالب وزاره الداخليه لمعالجه الملف الامني منذ تسلمكم المنصب حتى الان؟ السؤال انا صور بديهي ما يحتاج يعني اسئله، وضحت عن الرساله المندازيه ومنو صاحب القرار فيه. نعم. مع الوزير علاء سليم مراسل قناه الوزير، السلام عليكم. لم تعقد اي جلسه لمجلس الوزراء ولا حتى مجلس النواب. مجلس النواب يتحدث اليوم بان هنالك عطله تشريعيه وبعد العيد ستكون هنالك جلسه لمناقشه هذه الكارثه. هل باعتقادك بان تصرفات المسؤولين العراقيين كانت صحيحه في ظل هذه الكارثه وبالاخص مجلس الوزراء؟ وهل تعتقد بان قرار الاستقاله في هذا الوقت صائب؟ والله شوف، اولا انا بصراحه اقول لك خلال هاي الفتره اتصلت بالوزاره، انشغلت وتفرغت لمهامي في هذه الوزاره وللملف الامني وبعيد عن اي تجاذبات سياسيه. الذين حاولوا الكثيرين ان يجروني الى المهاترات السياسيه والى الكلام عن التجاذبات السياسيه والصراعات السياسيه، فنأيت بنفسي لانني اؤمن بانه لا بد للاجهزه الامنيه ومن يتصدى الى وزاره امنيه ان يكون بعيد عن المناقفات السياسيه والامور السياسيه. تقييم العراق المسؤولين العراقيين قاموا بواجباتهم ما قايمين، انا اتصور هذا مو واجبي. انا اتحدث عن الامن ومنظومه الامن واشكالاته، وانا اليوم مطلع على تفاصيل الامور وضليع بهذا الملف وشخصنا الخلل ونريد ان نعالج هذا الخلل. اما الاستقاله صائبه مو صائبه انا بينت مبرراتها، انا واضح في كلامي، اما ان احمل المسؤوليه بالكامل، وهذه المسؤوليه اللي اذا طالب بها الصلاحيات هي مسؤوليه دستوريه. دستور يقول الامن الداخلي بيد وزاره الداخليه، قانون الوزاره يقول كفى تسويفا، كفى قضايا سياسيه، للزجون هذا الملف اللي هو ملف دماء وارواح بقضاياكم السياسيه. مع الوزير يعني مصطفى لطيف قناه سومريه، يعني اليوم هنالك نيه في اشراك اهالي المناطق في امن العاصمه بغداد، يعني الى اين وصل هذا الملف؟ سؤال ثاني، يعني اليوم هنالك سيطرات كثيره في شوارع بغداد، سيطرات ثابته وايضا سيطرات مشتركه، يعني ما دور هذه السيطرات في يعني اولا نعم كمل. تفضل. اشراك المواطن، احنا هذا مبدا حقيقه اعتمدناه في الخطه والرؤيه اللي قدمناها، لا يمكن ان تصنع امن من دون ان يكون المواطن مشارك في صناعه امنه، لكن هذا الى اليات والى خطط والى مو مجرد كلام المواطن، يعني شلون ينزلون بالشارع ويمشي من اسلحه؟ وما معقول هذا، يعني قد يتبادر للبعض انه هو كل واحد يحمي منطقته، مو بالشكل هذا. بالتاكيد الاجهزه الامنيه لازم تاخذ دورها الصحيح، لازم تعزز ثقه المواطن بهذه الاجهزه من خلال تحسين ادائها، من خلال تعاملها الصحيح، من خلال عدم تجاوزها على حقوق المواطن، من خلال شعورها بالمسؤوليه من ضباط في اداء مهام، ان لا نطلع من هذه الحاله اللي الكثير اليوم يمارس عمله في الوزاره وكانه وظيفه وراتب ومجرد فرصه تعيين، والضابط وكانه هو موقع لامتيازات ورتب وترقيه ومناصب، وما يهمنا امن المواطن ورتب 2 3 يبقى بيته. هذه اذا طلعنا منها وتعامل رجل الشرطه ورجل الامن بمسؤوليه عاليه،
وكسب ثقة المواطن. نعم المواطن راح يتعاون وياه بهذه الطريقة. المواطن نشركه في صناعة الأمن ونشرك المخاطير نرجعهم ينتجون في هذه المنظومة، المجالس المحلية. نعم المواطن له دور كبير في موضوع تحقيق الأمن من خلال تعاونه في إيصال المعلومة وغير المعلومة. أما ما يتعلق بالسيطرات هذا أيضا ضمن الخطة هم أشرنا إليه. هذه السيطرات التي لا يعني ليس فيها أي جدوى وأي فائدة إلا اللهم عرقلة السير وإزعاج وإبقاء كاهل المواطن وإرهاق القوة الماسكة والتفريط بها والتحول كثير منهم إلى فضائيين وكثير من السلبيات بهذه السيطرات اللي هي كما قلت هي مبنية على رؤية عسكرية وليس رؤية أمنية، ولا لا تفيد ولا فيها أي شيء. وفي دراسة قامت بها الوزارة حتى 3% ما بها جدوى. السيطرات مجرد هدر للمال، عرقلة للمواطن. ومنذ قدمنا هذه الخطة كان رؤيتنا أنه نتحول إلى الخطة الأمنية، عمل الشرطة، تفعيل دور الاستخبارات، كسب المواطن، إشراك المواطن. نعم تكون قوة ضاربة جاهزة حاضرة لمعالجة أي خلل أي خرق يصير في منطقة ما في ثكناتها. هاي القوة تكون موجودة وينشط الأمن المناطقي وتفعيل كل عناصر الخطة الأمنية. هو الخطة البديلة بدل السيطرات. نعم أن تكون على مداخل المدن الخارجية بفرض طوق أقصد يعني بوجود سيطرات حاكمة تحكم المداخل بسيطرات مجهزة صحيحة أداها. هذا أمر مطلوب في هكذا ظروف احنا مركزية نحتاج إلى سيطرات خارج المدن وليس داخل المدن. معالي الوزير السلام عليكم. عمر العقاب مراسل قناة التجارة الفضائية. على الرغم من قرار القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجهاز الايدي من السيطرات الا ان هناك والكثير من السيطرات لا زالت تستخدم هذه الانشطه التي اثبتت عدم فعاليتها الحقيقه. على كل انا هذا الملف حقيقه طلعت عليه سابقا قبل اصدار هذا القرار والاشكالات الموجوده به. نعم الملف هو به فساد لا شك. هذا من كان يعني في متورط في هذا الفساد تم محاكمته، واعتقد اخرين ايضا متورطين. وكان على نزاهه والسيد رئيس الوزراء ان تكون متابعه لهذا الملف ومتابعه جديه، ان لا يكون هناك تردد او مجاملات مع بعض المتورطين في هذا الملف. لكن الجانب الاخر يتعلق بالفني بصراحه الدراسه اللي قريتها يعني مربكه. بعض يقول في فائده نسبه معينه 30% 20%، لا يخلو من فائده باعتبار بشروط معينه ومتطلبات معينه بطريقه استخدام معينه لا يخلو من فائده ممكن ان نستفيد منه ليس بالشكل الكامل 100% وكانه يكشف المتفجرات. هو عامل مساعد. هذا رؤيه. على اي حال احنا الامر اللي صدر نمتثل له وننفذه. وانا حولت الامر اللي اجى الى السيد وكيل وزاره شؤون الشرطه ان شاء الله يصدر بامر، وبعض الوحدات هي سمعت الامر من خلال الاعلام والنشر هذا، وبالتالي هي ستستجيب. لكن احنا في نفس الوقت سنرفع ايضا يعني رؤيتنا في مقابل هذا القرار. معالي الوزير سيد وليد من فضائيه دجله يعني تحدث عن مسؤوليه الامن في بغداد وقلت انك تطالب بان يحال الملف الامني برمته الى وزاره الداخليه يعني تمارس صلاحياتها الدستوريه في العاصمه، لكن هنالك ملاحظات ايضا على جهاز الدفاع المدني فيما يتعلق بتفجير كغاده بالتحديد. يعني هنالك حديث من قبل شهود العيان عن تاخر الاسناد لقطاعات الدفاع المدني بالوصول الى الحادث، وتعلم حضرتك ان اغلب الضحايا سقطوا يعني جراء الحريق الهائل الذي حصل في المجمعات التجاريه. وسؤال ثاني عن سياره مفخخه ذكرت حضرتك انها قادمه من دياله وبالتالي هي مرت عبر يعني حصون امنيه كثيره وسيطرات كثيره. هل هنالك يعني